اخر نداء لطياره الضحى مصل الانفلونزا، اللي ما خدش مصل الانفلونزا لازم ياخدوا الفتره دي، لان هو بيبدا يشتغل بعد اسبوعين، فالحقوا الشتاء من اولها. بيفرق جدا مع حالات كتير، خاصه مع الاطفال اللي عندهم حساسيه واللي مناعتهم ضعيفه وبيتعبوا كتير. دول مفيش اختيارات ان هم ما ياخدوهمش، لازم ياخدوه. وابنك حتى اللي مش بيتعب كتير لما هياخد مصل الانفلونزا هيرفع مناعته، وبالتالي انت مش عارفه بكره وبعده ايه اللي ممكن يتعرض له. وارد ان هو يتعب ويجيله نزله، والنزله تقلب لا قدر الله بنزلات شعبيه او التهاب رئوي. كل ده حله في ان انت تدي مصل الانفلونزا. مفيش خوف خالص من مصل الانفلونزا، مفيش اي اعراض جانبيه، بيعمل شويه دفيان خفيفه كده اول يوم في 30-40% من الاطفال وخلاص، لكن مفيش اعراض جانبيه كبيره تقلق. انا بشوف ناس مرعوبه من مصل الانفلونزا وانتوا قاعدين بتحكوا مع بعض، ده بيعمل، ده بيسوي، ده فلانه اخدته وما عملش معاها حاجه، ده مش ابنك اللي ما عملش معاه حاجه ده دوري عليه قبلها كان بيتعب كام مره في الشتاء. ابنك اللي كان بيتعب 10 مرات ده لما يتعب 3 بس او 4 ده بالنسبه لي انجاز. ابنك اللي جاله التهاب رئوي قبل كده وما جالوش تاني ده انجاز. ابنك اللي جاله كذا مره نزلات شعبيه ان هو يجيله مره واحده ده انجاز. فهي مش فكره ان انا اخدت مصل انفلونزا ان انا ما ينفعش ان انا ارشح طول السنه ولا اسخن طول السنه. وارد يرشح وارد يسخن، ولكن النزلات هتيجي بسيطه ومش هتقلب بسرعه.